صباح النور، صباح الورد، صباح الفل والياسمين. رجعت لكم ان شاء الله اليوم البنات باش نبدو في مشتريات رمضان ان شاء الله. بالنسبه للماكله اني نحب نقضي على بكري الحق، ما نحبش نقضي في الزحمه. ما تعرفوا العباد كيفاش تبدو في رمضان. هني مشيت لديتو في البلد، كلمتني سلفتي قالت لي فما حاجه باهيه تعالي خذي. مشيت ما شاء الله الخيرات موجوده، اللحم موجود. يعني خذيت طرف لحم مفروم ديجا ترحيهولكم سور بلاس، معناها راه مش اني خاطر ترحيهولي سور بلاس، الناس كل ترحي سور بلاس وتختاري انت اللحمه اللي حاجتك بها معناها وترحيها لك. والله واسوام معقوله. ما خذيتش كان العلوش، الحق العلوش راجلي يحب فرشك في وقته هو والحوت. ما تبقى وتشوفوا معايا شنو قضيت. كما تعرفوا الاسوام هما اسوام معقوله، اما باللي يكون راهي الدنيا مازالت غاليه الحق. مازال الدجاج سلطة، اني ناخذ ماكم تعرفوني ناخذ سكالوب دجاج 15,900 في بالي حاجه هيك الحصيل. وحبيت ان نصور لكم شوي، كل واحد ياخذ كل قدير وقدره بالطبيعه. ويا رب ان شاء الله الناس كلك تصيم في صحة جيدة. وراه رمضان مش على الماكلة، راه رمضان على الصلاة والعبادة، رمضان على المحبة، رمضان على اللم، رمضان راه الماكلة آخر حاجة، غير احنا الله غالب علينا. رمضان نحبوا نودوا فيه رواحنا، والحمد لله يا ربي. واحد كي يلقى ما ياكل وما يشرب الحمد لله يا ربي. وهني حبيت نصور لكم هيك شوي جبونات بصراحة شايطة الأسواق. اليوم دور هذاك ناخذه أني في رمضان، ما نستنى تطيحش برومو ولا حاجة. عزيزة ديما تعمل برومو. ولاني هزاتكم البوشمة اللي مش من جابس، فما بلاصة اسمها بوشمة يبيعوا فيها الفخار، أنواع الفخار الكليكة. حبيت هيك نشارككم معايا وتشوفوا معايا شنو خذيت في الآخر الفيديو. صدقوني الفخار باش يهزني من الدار، اما اني الله غالب كل رمضان نحب نشتري سيرفيس فخار، نحب الفخار. هذايا الازرق سيرفيس نتاع منول، خديت منها منول. فما الموديلات القديمه راه هذيك ما تتبدلش، تقعد هي. وفما قالت لي الموديل هذاك الاول اللي وريته لكم قالت لي جديد، شفته في الانترنت يعني. أنا عاجبني الموديل هذا، هو قديم أما الحق يعجبني. الأسوام والله غلطت على قبل. أني الراجل هذاك اللي صورت من عنده ديما ناخذ عنده. مدام بالنسبة للسيرفيس هذا هيك الكامل كامل هذا هيك 6 أسخنة وشقالة وسبيرة 35 بركة، هو 40 100 خاطر رمضان. وسيدنا قال إن شاء الله مبروك عليكم الناس الكل. 35 بركة. ومتاع الكسكسي هذه نتاع الكسكسي، بالنسبة للكسكسي الطاجين المغربي هذا ب20. وهيك حتى 17 نحسبهولك. باهي خاطر رمضان وكل. وهذا هيك 3 مع بعضهم. هذا 3 باهي. عندنا لا اله الا الله محمد رسول الله، عندنا هذه ب16، عندنا هذه 14، وعندنا هذه ب12 42. عندنا زيادة نقولوا للشامية، للزيتون، للشوكولا، هيك ب 12. باهي شنو هي كانت 15 رمضان هبطنا 15. وهذيك الصغيرونه ترى جبديها لي هذيك. للبسيسه للحاجه حتى مسطعه شويه. صحتي هيك. قداش هيك قارص فيها ولا قداش 4000 برك. 4000 باهي. والخمسه هذه هي شوي فاكهه شويه في الطاوله. هذه اختي 17 برك، هي ب20. انا 17 رمضان. باهي هنصور شوي بديك. انا السواعي. تكلمي. انا السواعي بوشمة موجود. ومرحبا بكم الناس الكل بحذا المنتزه نتاع بوشمة تاع مريا. ومقابل القهوة برج العرب. تنصورها وين بالضبط؟ تلاقي بعد ابقى وفاصل قهوة برج العرب السواعي.
كما كنتوا تشوفوا معايا ما شاء الله راهي مرا عسل، امشوا لها تفرح بكم. انا عرفتوا البلاصه وين كما قلت لكم. ولهني تعديت قضيت مش من ياتو بركه، مش من ديتو بركه، قضيت زاده من عزيزه. هني اخيرا طحت بزوز كيلو سكر، وخذيت زاده ستيك حليب. هني خذيت عاملين بروموسيون في عزيزه زاده هذية، خذيت حكه. هذا ما راني باش نخبيهم من رمضان، عندي ديجا تو مناكل معناها ما نوكل صغار. خذيت هني الساشيات نتاع الكونجيلاسيون باش نعمل مع بعضنا وصفه تو تشوفوها. هني خذيت حشاكم ساشي بوبيل وتحت زاده بزيت زيتونه. فرحت بيه، من نحكي هما راهم يعطوا للامانه دبوزه برك، اما اني خذيت اني وراجلي وفما ولد نعرفه زاد عطيتها جاب لي. حبيت نقول لكم الكاليتي هذه نتاع النوعيه هذه نتاع الالمنيوم والسلوفان راهي طياره راهي رخيصه وسمحه معناه. اني ناخذها فياتو في ديتو كما قلت لكم. خذيت ستيك حليب، وكما قلت لكم خذيت زاد الزيت، خذيت 3 إترات الرمضان زاد راهو عندي اني تو مناكل خذيت الرمضان يشكروا فيه الناس، اما والله صدقوني تو ما حلاتش دبوزه منها مشفتاشي. وخذيت زاد عند عزيزه الزيت 5 إترات هذايا فيجيتال راهو نطيب بيه ونقلي بيه ب18 دينار زاد رخيص. وخذيت بروموسيون هني الطماطم، اني هذه الطماطم اللي نستعملها غرومير. راهي بنينه، هي شنو الخايفه انها ما تحمرش الماكله برشا، اما هنكم تشوفوا ماكلتي معناها باهيه لونها باهي سمحه. ويعطوكم معاها واحده شو اسمها هريسه جراتوي. ولقيت زاد الكباب هذايا ب6000 وحاجه بروموسيون، حتى هو نوعيه جديده قلت يا خا نجربه. خذيت زوز بكوات بحكم حني في رمضان الاكثر ناخذوا ونطيبوا شويه حرا. وخذيت لهني رطل لحم مفروم اللي شفتوه معايا. اني راهي اللي خذيته هذايا راهو يشدني رمضان كامل، معناها راني نقتصد ويزيني رمضان كامل الحق. خذيت كيلو لحم بقري فيه شويه هبره وفيه شويه مخلط. خذيت كيلو بيلونات هكا بيبسات الصغار. وخذيت رطل سكالوب باش نعملوا مع بعضنا كعبر سكالوب وكعبر لحم مفروم باش نكنجلهم. تو تشوفوا طريقتي. يعني قصيت سكالوب وطروف، غسلته وقصيته طروف وكل شيء باش نفرمه. عندي الماكينه فرمته لهني باش نقص معاكم كيفاش نعمل كيفاش نقسم معناها اللحم. قسمت على قد عائلتي. وراهم ما نكذبش عليكم اني راهم مش بالضروره معناها كل واحد ياخذ طرف، ما نكذبش عليكم. ينجموا كل زوز معناها كل زوز نقسموا طريف. الحمد لله كي قادرين نشروا اللحم الحمد لله يا ربي، نحاولوا ان نقتصدوا ومن معناها ما نبلغوش في حطينا اللحم ودجاج الحمد لله وكهو. هني امي ربي يبارك لها وربي يخليها لي وربي يفضلها لي هي وبوبايا. احنا مستنسين نرمضنا مع بعضنا سني بحكم باش يرمضنا مع اخواتي. مستنسين نعاونوا بعضنا في قضية رمضان. قالت لي بنتي هذايا باي متاع كل عام ما نحرمكمش منه. قالت لي تقضي وما تخلي حد شي ناقصك. ربي يخليها لي يا ربي. مشيت قضيت وعدتها اني باش نقضي وما نخليش روحي ناقصه. مشيت قضيت اللي ناقصني الكل، ما كملتش القضيه الكل على خاطر تعرفوا نحب نقضي كل شيء، على خاطر راني عمكم عارفيني نخدم نروح ديراكت للكوجينه. ما نحبش نبقى نجري بين الحانوت ولا بين المجازان، خلي جست على الخبز وكاو. والاكثر في رمضان راني نطيب الخبز في الدار. هني قعدوا لي الطريفات هذوك صغيرونات عملتهم تاع شوربه. كيما نقول لكم راني ما نطيبش بهالبلحم، انا جوست حاجه باش تفوح وكهو. ما شاء الله القنوات الاخرى ربي يزيدهم وربي يعطيهم وربي يبارك للناس الكل. كل قدير وقدره، ديما نقول لكم كل قدير وقدره. لهني عندي هضم بالعظام خلاتهم باش ندير بيهم طبيخه القبسيه نطيبها معاكم ان شاء الله في رمضان. اختي سعاد وينك؟ قلتي لي طيبي لي الطبيخه، عندك برشا ما ظهرتيش في القناه، ان شاء الله في رمضان نطيبها لك. ولهني خدانا البيبسات هذوما
كما قلت لكم عملت 4 على قدنا، وفما هذيك في بالي بقوا 6 كان صدقني ربي، حطيتهم كل مع بعضهم باش نعملهم مصليين معناها في الفراير، ان شاء الله نعملهم محمرين في الفراير. ولهني كما قلت لكم باش نفوحوا مع بعضنا اللحم. تشوفوا طريقتي لهني خذيت رطل لحم مفروم باش نعمل بكعابر اللحم، ما انا ما نطيبهمش اني راه. تشوفوا كيفاش نعمل لهم. لهني خذيت رطل اللحم مفروم، عملت له سنة ثوم، اللي يحب يفرمه اللي يحب يشري مفروم كما تحبوا، اني نحبه فرشك نقصه جويد. نحب نشكر الناس اللي دخلت معايا جديدة للقناة، ربي يخليكم ليا ومحلى كلامكم محلى تعليقاتكم، وراني صدقوني ما نتغشش من حتى حد. اللي عنده كلمة يحب يقولها لي نقبلها عادي جدا. وراهو اسمعوني، راهو تتعلموا مني ونتعلم منكم، والناس كلها نتعلموا من بعضنا. وطياب راهو ما فيش قاعدة، بالنسبة لي أنا ما فيش قاعدة. كل امرأة وكوجينتها، وكل امرأة وفاحة، وكل امرأة وطريقتها. يعني خذيت نعناع شايح، شعره اللي عملت طرونجية، ماشي في بالي نعناع طلع طرونجية، فقت بها دقيقة 90. وشوية وبزايد شوية تابل وكروية اللي هو الحوار، شوية كركم وشوية ملح، وبزايد زيت على خاطر بكل هبرة على ما فيش شحم ولا كبش زيتنا اللحم. هني نحركه معنا الكل مع بعضه بالباهي بالباهي بالباهي. هني باش نزيد شوية زيت، حسيتها مازال مش شد راحة. اني راني لندير العظام لحتى شيء، اعملوا طريقتي هذه وتشوفوا اني شنو نعمل لها. وجست معناها كي تحطوها لا تتفترش لكم لحتى شيء، ما شاء الله تقعد لكم كيما هي. فما ناس تحط فيها العظام، راهي طريقه غلطه، راه ما تديروش فيها العظام. هيك وتشد لكم، راهي تشد لكم ما تخافوش منها. جست ما تحطوهاش في اول البرمه، تحطوها في وسط البرمه. جست هي تحطوا الكعبوره معناها في البرمه كي تولي تفور سخونه، اكل الحم كله يتلم معناها يشد بعض الكل. وكيف تقلوها في الزيت راهي تتفترش لكم راه. هني عملت كعابر كبار شويه، متاع لوبيا، متاع لا محمد رسول الله، متاع مقرونه صلصه. نعمل زاده مقرونه صلصه بالكعابر. وعملت كعبرات صغار تشوفوهم باش نعمل بيهم مرقة كعابر ولا طاجين كعابر. نحضرهم هيك باش نلقاهم حاضرين من ما ياخذوش مني برشا وقت. يعني بريسك عملت 5 كبار وهذوك الصغيرونات ريتوهم نعمل بيهم كما قلت لكم مرقة كعابر ولا طاجين كعابر. ان شاء الله تتفرجوا على الفيديو، ان شاء الله يعجبكم، وتعملوا لي جيم وتعملوا لي كومنتير. بربي اللي يتفرج على الفيديو ويعجبه يعمل لي جيم. ما شاء الله نسبة المشاهدة كبيرة برشا، ساعات فيديو يوصل 1000 وحاجة. ما فيها باس البنات، تعملوا لي جيم راهو ونفرح برشا. وكيف زاد اللي ما يعجبش يعمل لي هيك اللي بجنب الصبع، ما هي جيم معناها. ساعات كي نبدا نعمل في المونتاج الكلام ما نلقاش، تاخذوش عليا مازلت مستنستش. وهذا ما كعبراتنا حضروا ونخليهم على جنب. وبنفس الطريقة نعمل بها الدجاج، جوست الدجاج ما نعملهاش برشا تبل كروية، نعملها شوي فلفل مهروش. هني كيف عملت الثوم، ونعملها شوية نعناع. اني روت كانت لاحظوا عليا ما نعملش الفلفل اكحل خاطر راجلي ما هي عنده حشاكم القرح في المعدة يقلق ساعات نغش نعمل مسكيني بات الليل والله لا يرقدها بمعدته، ما عادش نحب نعمله. انتم هانا اللي يحب يعمل الفلفل اكحل هو راهو يزيد يبنينا مش نورمال، اما اني بحكم هو يقلق ما نعملش. كيف هني شويه كركم، شويه قلت لكم تابلوا كرويه، شويه ملح، ومغرفه فلفل مغرفه كبيره تسمى فلفل مهروش ولا فلفل زينه. الفلفل المهروش راني نشريه من كارفور توا، ان شاء الله باش نمشي نقضي
باش نمشي نشري المالح والحكايات هذيك من كارفور. بصراحة مالح متاع كارفور ما شاء الله فرشكة كل يوم ويومه، وصدقوني تشدكم في الفريجيدير برقدي برقدي. تو ان شاء الله اول الجمعة الجاية نمشي نقضي رمضان ونهزكم معايا ونوريكم الفلفل اللي نشري، ومش غالي راهو في بالي كيلو ب12,000 ولا ب13,000 حاجة هكا، وراهو يبنن الماكلة حنيلو بصير انا منستعملوشي. اما الحق اني اكتشفت وليت ديما نعمل مغرفة في الماكلة معناها، راهو بنين بنين بنين. ولهني كيف عملت مكعابر كبار وعملت كعبرات صغار، راهم طيبوا بيهم كل شيء، راه طيبوا بيهم لوبيا، طيبوا بيهم مرقة، طيبوا بيهم صلصة، تعملوا بيهم طاجين، كالكسكسي معناها ما طيبش بيهم باقي كل شيء. الاخر تنجموا تعملوها في كل شيء، في بلاصة باش تحطوا اللحم تحطوا كعبر الدجاج ولا تحطوا كعبر اللحم. الفايدة نقول لكم حاجة بركة، حطوهم كيف تفوروا البرمة، ما تحطوهمش في اول معناها كي تبدو تقلوا، راهو يتفترشوكم. تو تشوفوا معايا في رمضان ان شاء الله كيفاش نطيبهم. ولاتو اني تويكا هذوك نبيتهم ليلة في الكونجيلاتور، نحطهم زوز نبيتهم ليلة في الكونجيلاتور، من غدوة ناخذ الساشيات هذوك متاعي ونحط كل ساشي فيها الكمية اللي حاجتي بالكعب اللي حاجتي بيهم انا. كي تعملوا الطريقة هذه ما يشدوش في بعضهم، تلقوهم حاضرين بعطيك كل واحدة وحدها. اما تحطوهم شطرين خاطر راهم يلصقولكم في بعضهم، اما كي تبيتوهم وتحطوهم يشدوا بعضهم. لهني حبيت نوريكم شنو شريت من المراه هذيك اللي صورت عندها، والله 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 اللي نعرفها. مشيتك حبيت نصور معاكم، حبيت نوريكم، قلت لها هي ما فيها بس نعمل لك بيبليسيتي و... وخلي هي راي غنية عن التعريف معنا ما شاء الله، معروفين درس واعي غديك في بوشامة يبيعوا في الفخار. الحصيل وخذيت من عندها مش كامل راني، خذيت على قد فلوسي خاطر مشيت باش نشوف ما كنتش ناوية باش نشري. خذيت هذوما اللي قلت لكم ب35، خذيت 6 شقايل متاع كسكسي ومعاهم سبيرة هذه متاع شوربة، وخذيت خذيت زوز هذوك الصغيرونات متاع اللي قلت لكم ب4000 متاع زيتون متاع مسير متاع هيك. فضلت حاجة هيك شوي سلاطة شوية تحطوها وتغطوها متكعبة دقلة على محلاها مرة. خذيت كعبتي وباش نمشي نزيد كعبتين اخرين، وخذيت صحفة الكسكسي العادية، معناش قالت الكسكسي العادية مش اللي ورتها لكم اللي بالغطاء المغربي هذيك. مادامني خذيت هذه زايد الاخرى باش ناخذها، باش نمشي ناخذ صحافي الشوربة وناخذ كعبتين اخرين من هذاك، ونشوف نقش هيك بلاط طول البريك ولا السلاطة. وهذا شنو شريت، وهذا الفيديو متاعنا لليوم، ان شاء الله يعجبكم. واستنوني في مشتريات قادمة وفي تحضيرات متاع رمضان ان شاء الله، وبسلامة.